معماريين ما ينفعش ما تبقاش عارفهم. نوران خضر معماريه اتخصصت في تصميم الفرنتشر، عادي ناس كتير بتعمل كده، بس المميز اللي بتعمله نوران انها بتاخد خطوط من التراث بتاعنا وبتوظفه في تصميماتها. يعني ايه؟ مره تستخدم الارشز الموجوده في قصر كسرى وتجمعهم مع بعض بحيث يكونوا التي في يونت، تجرد شكل الرسومات الهندسيه الاسلاميه وتعمل منها سنتر بيس، او تستخدمها بشكل مختلف كباترن محفوره في الخشب هاند ميد، او حتى تاخد خطوط من الرسومات المصريه القديمه وبتبدا هي تطورها وتخلق بيها اشكال جديده بشكل مودرن. وهو ده المختلف، انها مش بتقلد القديم وتاخده زي ما هو وتكرره زي اغلب الناس، لا هي بتعمل الصح، والصح ده هو اننا بس نستوحي الخطوط القديمه ونطورها احنا بشكل جديد وبخامات جديده، علشان النتيجه تكون حاجه عصريه جدا بس في نفس الوقت ليها اصل مرتبطه بالتراث بتاعنا، وده علشان نكمل اللي اجدادنا ابتدوه. وده بالنسبه لي اهم حاجه في المعماري، علشان كده انا بحب شغلها جدا وبقدره، وبعتبر البراند بتاعها مقام هو واحد من اهم البراندات اللي موجوده في مصر دلوقتي، لانه مش بس بيقدم جوده، لا ده بيقدم جوده وفن حقيقي.